السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهاردة بقى؟ إيه، في رحلة كده جميلة للقاهرة طبعا. مصر طبعا هي أم الدنيا. واحنا كده بقى راكبين الباص اهوت زي ما انتم شايفين كده وداخلين على الأهرامات. تمام كده. والحمد لله يا جماعة احنا كنا داخلين من بوابة السياح، عشان البوابة التانية العادية عليها زحمة. بصوا زحمة جدا جدا، وهتشوفوا معايا في الفيديو دلوقتي. فبجد لو انتوا رايحين رحلة للأهرامات، حاولوا تخشوا من البوابة ديت، بلاش البوابة التانية لأن عليها زحمة جامد قوي. وتأكدوا كمان من الناس اللي انتوا رايحين ايه معاهم الرحلة. احنا كده هوت داخلين الاهرامات زي ما قلت لكم من بوابة السياح، مش من البوابة التانية لان البوابة التانية كان عليها زحمة جدا. وعلى الرغم من الزحمة اللي كانت موجودة في اليوم ده، إلا ان في ناس يعني بيروحوا الاهرامات كتير بتوع رحلات وكده، قالوا ده كده مش زحمة، ده بيبقى فيه زحمة اكتر من كده. تمام كده، دي حاجة حبيت يعني انبهكم ليها. تخلي بالكم منها وانتوا رايحين رحلة الأهرامات، لأنها هتوفر معاكم وقت كبير جدا ومجهود كبير قوي، يعني فاهمين؟ انتوا بتبقوا طبعا رحلات القاهرة ديت بتبقى رحلة اليوم الواحد، فعشان تقدروا تستمتعوا بالرحلة وتروحوا أكتر من مكان. تمام كده. زي ما انتم شايفين كده بقى احنا بقى داخلين اهوت الاهرامات بالباص اللي احنا راكبينه. وطبعا الاهرامات موجودة فين؟ في مصر. مصر هي ايه؟ ام الدنيا. وان شاء الله سنة سعيدة عليكم، سنة 2024 ربنا يجعله يا رب عام سعادة علينا كلنا، وينصر المسلمين في كل مكان، اللهم امين. زي ما انتم شايفين كده بقى الاهرامات، لو في بقى حد من بره مصر وما شافش الاهرامات، هو بنحاول على قد ما نقدر نقرب لكم الصورة بتاع الاهرامات في مصر. وطبعا كذا مزار سياحي معانا في الفيديو ده، استنوا بقى هتشوفوهم كلهم دلوقتي وكده. طبعا الاهرامات طبعا خوفو وخفرع ومنقرع وابو الهول طبعا. وموجود في الاهرامات لو انتوا عايزين تتجولوا طبعا حوالين الاهرامات وكده. في طبعا كذا يعني الوسائل العادية اللي هي التقليدية العادية يعني وكده، ان انتوا ممكن تأجروا ايه زي حنطور يعني وكده تركبوه، احنا بنقول عليه اسمه كده، او حصان عادي لو فرد لوحده. انا صراحة معرفش بقى في وسائل تانية ولا لا. احنا اجرنا اهوت زي ما انتم شايفين الحنطور ده وركبنا عليه كلنا. وكان خد مننا 250 جنيه عشان نتجول كده حوالين الايه الاهرامات. وبصراحة الولاد كانوا مبسوطين جدا، وخاصة ان هم كانوا اول مرة يروحوا الاهرامات. انا عن نفسي انا كنت رايحاها طبعا قبل كده زمان كتير جدا، ولكن الولاد كانوا اول مرة. معذرة بقى، عارفين بقى برد وكده، على الصوت اللي هو تعبان ده وكده. بس كده. وزي ما انتم شايفين كده بقى راكبين الحصان اهوت وبنتجول بقى حوالين الاهرامات يا جماعه. وده كان السعر اللي الراجل اخده مننا. هل هو كده سعره مناسب او اكتر او كتير او ايه يعني؟ ايا كان فانا ما اعرفش، بس هو ده يعني اللي احنا وافقنا بيه وطلعنا بيه. كان 250 جنيه وخدنا ايه جولة كده حوالين الأهرامات التلاتة. وأبو الهول اللي هو شاور لنا عليه اهوت كان يعني قريب منا، بس هو ما ودناش قريب منه يعني. وبصراحة كانت يعني ممتعة جدا جدا وشيقة جوه الأهرامات. وتقريبا معظم الناس اللي كانت موجودة كانت برضو بتركب الحصان ويتجولوا يعني حوالين الأهرامات وكده. فاللي بيحبني بقى يعمل لي لايك، واللي مش من مصر بقى وبيتفرج على آثار مصر الجميلة وعراقة مصر، ان هو بقى يشترك في القناة عندي ويعمل لي لايك ويشيل سبسكرايب للقناة. وبحبكم جدا. هنا بقى الراجل نزلنا قال انزلوا بقى واتفرجوا 5 دقايق كده على الثلاث اهرامات خوفو وخفرع ومنقرع. وابو الهول شاور لنا عليه. شايفين في الطريق التاني رايح جاي ده ناس رايحة وناس جاية، وفي عربيات طبعا ملاك. العربيات ديت بيبقى فيها أجانب. معرفش بقى مسموح يعني المصريين ولا ايه معرفش. بصوا هنا خلصنا الأهرامات، دي بقى البوابة اللي بقول لكم اوعوا تدخلوا منها. خشوا من بوابة السياح. شايفين الناس واقفين قد ايه عشان يقطعوا تذاكر ويدخلوا. انا معرفش صراحة سعر التذكرة هنا كام وهناك كام، ولكن يعني زحمة جدا. وكان بيقول ان دي كمان مش زحمة، يعني دي ناس كلها واقفة هتخش الأهرامات من البوابة العادية. كانت زحمة جدا وياخد وقت كبير جدا جدا. شايفين المنظر؟ وكمان بيقولوا كده مش زحمة يعني.
فبنصحكم يعني لو رايحين مع رحله اسالوا انت هتخشوا من انه بوابه، لان زي ما قلت لكم ده بيوفر وقت وجهد كويس جدا، إن يخليكم تستمتعوا بتروحوا اماكن اكتر. بعد الاهرامات بقى رحنا رحله نيليه كده زي ما انتم شايفين، اتفرجوا بقى على النيل بتاع مصر بقى، ما شربتش من نيلها. طب جربت تغني لها على رأي شيرين. رحله بقى نيليه جميله قوي قوي، اتفرجوا عليها كده هتعجبكم وهتبسطكم قوي. وكمان صراحة الاولاد الاطفال بيحبوا الحاجات ديت وبيبسطوا بيها، وبتبقى حاجة في ذاكرتهم ان هم يعني مش بينسوها بجد. يا جماعة لما تيجي تشرحوا لاولادكم مثلا عن الاهرامات او عن النيل وكده، غير لما يروحوا الحاجة بنفسها بنفسهم ويشوفوها وتبقى قدامهم كده، المعلومة بتثبت عندهم أكتر وبيفهموها أكتر ودماغهم بتتفتح أكتر. تمام كده. الرحلات دي مهمة جدا لولادنا إن هم يروحوها، عشان بتساعدهم إن هم زي ما قلت لكم بيعرفوا الأماكن غير ما بيشوفوها في الصورة وكده، وغير انتوا ما بتحكوا لهم عليها. بس كده. ودي بقى ايه كانت الرحله النيليه بتاعتنا. وطبعا كان في شيء شغال اغاني وكده، بس طبعا انا ما طلعتش الصوت ده، لان طبعا اغاني طبعا فيه حقوق طبع ونشر، فما ينفعش. ودي كانت بقى رحلتنا في النيليه. ومعانا بقى ايه حاجات جميله جدا في الفيديو بقى، اسمعوه بقى معايا وتابعوا وشوفوا احنا رحنا فين تاني غير الرحله النيليه. وما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير وتشجعوني في القناة كده. وشكرا ليكم، بحبكم جدا جدا يا احلى متابعين في الدنيا. شايفين بقى مصر دي تعتبر مصر القديمة يا جماعة والله. ربنا يحفظ مصر يا رب، ويحفظ جميع الدول يا رب الإسلامية والعربية، وينصرهم نصر عزيز مقتدر، اللهم آمين. خلاص كده خلصنا الرحلة النيلية ورايحين بقى على الحسين وخان الخليلي. واحنا في طريقنا كده بقى شفنا قلعة محمد علي، واحنا ما رحناهوش ولكن عدينا عليها. وده الطريق بقى، طريقنا من الرحلة النيلية لإيه للحسين وخان الخليلي. حاجة بقى إيه، طبعا أنا عارفة إن في ناس بتعشق يعني الحسين وخان الخليلي، ده متعة متعة بجد يعني، انت تمشوا كده وتستمتعوا. ولكن طبعا كان في زحمة جامدة جدا في الحسين، ولا تعرفوا تصلوا ظهر ولا تعرفوا تصلوا عصر من كتر الزحام. زحام بصوا شديد جدا جدا جدا. معرفش بقى هل في اليوم اللي احنا كنا رايحين فيه ده ولا هو كل الأيام زحمة كده. احنا خلاص اهوت داخلين على الحسين. احنا طبعا مش ماشيين بعربية، احنا نزلنا كده في عند الحسين الباص نزلنا، واحنا مشينا شوية دول كده لحد ما رحنا الحسين بقى وخان الخليل. لان طبعا زحمة جامدة جدا، فكان صعب الاتوبيس يخش بينا وهيقف فين عشان ينزلنا وكده يعني الباص يعني وكده. هنا بقى احنا كنا رايحين يا جماعة قرب العصر كده، عشان طبعا نصلي العصر هناك. ولكن ده طبعا كانت حاجة صعبة جدا ومستحيلة يعني من كتر الزحام، يعني عشان توصل اصلا للمسجد او للحمام عشان الوضوء وكده حاجة مش سهلة يعني، معافرة وعذاب. وعلى ما توصل يعني لو وصلت يعني يكون اصلا صلاة العصر فات يعني. بجد كان في اليوم ده زحمة جدا جدا. شايفين بقى الحسين بقى فيه شماسي كده جميلة قوي اللي بتتفتح وتتقفل ديت، تحسها كده ان هي شبيهة وقريبة جدا من المساجد اللي في المدينة المنورة. ربنا يا رب يرزقنا يا رب الزيارة لبيته الكريم كده يعني، للحج او العمرة، ونروح بقى مكة والمدينة. اللهم امين يا رب. امنية حياتي بجد يعني ربنا يكرمني وان انا اروح زيارة لمكة او المدينة بجد يعني، او مكة والمدينة. ادعوا لي كده ربنا يكتبها لي يا رب ان انا ازور بجد مكة والمدينة. اتمنى من ربنا ان انا يعني يكتبها لي ويكون لي نصيب ان انا اروح ازيارها ان شاء الله. وطبعا ويكتبها يا رب لكل مشتاق وكل حد نفسه زي كده ما راحش، ربنا يكتبها له ان شاء الله ويكون عن قريب يا رب. اللهم امين. اهوت يا جماعة كان طبعا زي ما قلت لكم زحمة، زحمة جدا جدا في اليوم ده طبعا في الحسين. واحنا كنا قاعدين كده طبعا تعبنا مريحين شوية كده على كافيه. وطبعا عايزة اقول لكم الاسعار هناك في الكافيهات حاجة سياحية 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 يعني.
لو هتشربوا مثلا حاجة ساقعة ولا كده، عايزة اقول لكم بقى ب60 جنيه وب70 جنيه كنز وحاجات من دي يعني. ف الله المستعان يعني. طبعا خان الخليلي بقى بصوا حاجة كده جميلة قوي. وطبعا سياح بقى وكده. بس تحس بقى الناس اللي هم في خان الخليلي اللي هم البياعين او اصحاب المحلات، تحسهم ان هم مش عايزين مصريين خالص، عايزين كلهم يبقوا اجانب. عشان انتوا عارفين بقى الظروف اللي احنا فيها بقى والعملة وكده، يعني محتاجين بقى العملات اللي هي العملات الصعبة دي وكده. وربنا يا رب يعين كل الناس. ما تنسوش بقى وانتوا بتتفرجوا كده على الفيديو الجميل ده، تعملوا لي لايك بقى للفيديو وتعملوا كومنت حلو منكم، بيبسطني قوي قوي وبيسعدني. طبعا في خان الخليلي طبعا قهوة الفيشاوي دي مشهورة جدا. بس طبعا احنا ما كانش معانا وقت ان احنا نقعد وكده. فلو الناس بقى اللي هي بتروح برحة الحسين مخصوص بقى تستمتع بقى، شايفين يا جماعة؟ اتفرجوا بقى على الجمال، الجمال ده بقى بعديه مفيش كلام تاني يعني بجد. حاجات الخان الخليلي فيها حاجات بصوا فظيعة. حاجات ما شاء الله اللهم بارك، حاجات جميلة تحف وحاجات جميلة بقى وأفكار يعني بصوا مش عايزة أقول لكم يعني. ونجف وشيشات طبعا الناس اللي بتشرب شيشة. اتفرجوا بقى على جمال خان الخليلي. وطبعا في شنط وفي كل حاجة انتوا محتاجينها بجد. بس التحف حاجة وسطهم، حاجة كده انبهار يعني. بجد بجد الحسين وخان الخليلي ديت من الحاجات يعني. لو الواحد كل مرة حب ان هو يروح رحلة ويروح ما يزهقش بجد من الحسين وخان الخليلي. حاجة بصراحة ممتعة جدا. اتفرجوا كده على جمال الحاجات بقى. وفي لبس طبعا هدوم حاجات بقى فرعونية وحاجات بصوا بتتكلم عن التراث المصري او الحضارة المصرية. بجد حاجات جميلة قوي قوي. انا سايبالكم انتوا بقى تتفرجوا بقى، تتفرجوا على الحاجات الجميلة والابداع يعني. طبعا خان الخليلي طبعا مش شارع واحد، هو في كذا شارع. بس طبعا يعني ايه، اللي بيبقى رايح ليه مخصوص بقى بيقدر يمشي في كل الاماكن او في كل الحارات على مهله يعني براحته يعني وكده. بس احنا طبعا عشان برضو كانت رحلة وما كانش معانا وقت كتير، فما قدرناش يعني ان احنا نروح كل الاماكن. ودي محلات فضة. آم، حاجات جميلة جدا. شايفين بقى الناس الجميلة دي بقى قاعدين بقى بيعزفوا كده على الجيتار اللي معاهم ده. وحاجات كده بقى من الزمن الجميل زي ما بيقولوا يعني. وكده خلاص بقى احنا ايه بادئين طالعين بقى من خان الخليلي كده على الحسين اهو تاني. والحاجات بقى اللي بره دي بقى الحاجات اللي هي الشعبية، اللبس بقى الشعبي المصري. إيه، حاجات برضو جميلة قوي قوي. عبايات بقى واكسسوارات وحاجات من ديت. واحنا خارجين اهوت من خان الخليلي. ويا رب بقى كده الفيديو بتاعي والجولة بقى تعجبكم. في القاهرة كده، قاهرة المعز طبعا. وما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، تبقوا من عيلتي الجميلة. وشكرا ليكم وبحبكم جدا جدا على وجودكم في القناة ودعمكم ليا.
شفتوا السبح واللبس بقى والحاجات الجميلة ديت. طبعا ما ينفعش رحلتنا تنتهي غير لما نروح طبعا ايه ممشى اهل مصر. بس ده بقى كان بالليل، كنت اتمنى ان هو يبقى يعني بدري شوية بالنهار عشان كنت تتفرجوا على الجمال بقى. ممشى اهل مصر جميل جدا جدا، حاجة كده تحفة بجد يعني. عايز بقى روقان كده تروحوا تسهروا فيه بقى، في بقى كافيهات كتيرة ومطاعم اكل حاجة ونظافة وصراحة حاجة مفيش بعد كده. ممشى اهل مصر في القاهرة. ويا رب بقى يعجبكم الفيديو بتاعي، ولو عجبكم بقى الفيديو بتاعي وكده، بصوا المراكب اللي ماشية في النيل ديت جميلة جدا. في ناس بقى بتعمل فيها حفلات اعياد ميلاد. لو عايزين تركبوا لوحدكم الفرد ب50 جنيه. وسنة سعيدة عليكم يا رب، 2024 تبقى سعيدة ان شاء الله، وتبقى نصرة لينا كلنا للمسلمين في كل مكان. اللهم امين. وبحبكم جدا جدا يا احلى متابعين. ويا رب بقى يعجبكم الفيديو بتاعي كده، وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. وبحبكم جدا جدا، ومع السلامة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.